السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بحضراتكم في فيديو جديد من عمارة في دقيقة. عملنا فيديو قبل كده عن بعض تطبيقات العمارة البيئية للمعماري حسن فتحي من حوالي كذا شهر كده يعني، وقلنا إن إحنا إن شاء الله هنحاول إن إحنا نستتبع ده بعدد من الفيديوهات عن حياة حسن فتحي الشخصية وعن بعض أعماله يعني. وإن شاء الله النهاردة هنتكلم عن حياة حسن فتحي الشخصية في الفيديو القصير ده، نحاول إن إحنا نستتبع ده بعدد من الفيديوهات عن أعماله وتطبيقاته في العمارة المستدامة. سنة 1900 اتولد المعماري حسن فتحي في اسكندرية من أب صعيدي وأم تركية. كان هو ترتيبه التاني ما بين أربع إخوات. كانت طفولة حسن فتحي مميزة بالتأمل والعزلة والرسم. دخل مدرسة فنون جميلة سنة 1920، اتخرج منها سنة 1926. في بداية حياته المهنية اشتغل زيه زي أي معماري عادي في وقتها في تصميم الفيلا للطبقة اللي هي الثرية. بعد فترة من الشغل ده حس إن هو اللي بيعمله ده إن هو بيخدم فئة معينة بس من المجتمع، وإن هو الشغل ده ملوش أي علاقة بالبيئة اللي حواليه. ومن هنا بدأ يسأل نفسه شوية أسئلة: هو أنا ليه ما بستخدمش الخامات الطبيعية اللي حواليا زي الطين أو الطوب اللبن في بناء المباني دي؟ وانا ليه ما بعملش مباني بسيطه وفي نفس الوقت جميله وتخدم الفقراء؟ الحاجات المميزه في حسن فتحي ان هو كان بيحب يتواصل اكتر مع العمال والحرفيين عشان يفهمهم بالظبط هو عايز ايه، وفي نفس الوقت هو كان عنده عقيده ان المعماري لازم يكون فاهم الحرفه دي كويس، مش بس مجرد ان هو بيرسم الحاجه دي على الورق. اما بالنسبه لمشاريعه فهو رجع العناصر التراثيه القديمه زي الاقواس والقباب والفتحات الكبيره اللي بتدخل تهويه للمبنى، وفي نفس الوقت هو كان مؤمن بان المبنى ده لازم يطلع من الارض اللي هو فيها ولازم يخدم سكانه كويس جدا من غير ما يكلفهم فوق طاقته. نقدر نقول برضه ان جزء من اعمال حسن فتحي وميوله للطراز بتعكس يعني نقدر نقول صفاته الشخصيه. الصفات الشخصيه اللي هو شخص يعني مولع بالقراءه والعزله والتامل، وشخص بيتكلم 3 لغات عربي وانجليزي وفرنساوي، وشخص بسيط. فنقدر نقول ان برضه جزء من اعماله واتجاهاته دي كانت بتعكس صفاته الشخصيه. يعني تابع المعماري حسن فتحي مسيرته لحد سنه 1989 لحد ما وفاته المنيه، وترك يعني تراث كبير من العماره اللي بنسمع عنها النهارده اللي هي العماره البيئيه والعماره المستدامه، واستخدام النباتات واستخدام اللي هي العناصر التراثية عشان نحصل على بيئة أفضل. إن شاء الله هنحاول في الفيديوهات الجاية من عمارة بيئة إن إحنا نتكلم عن أعمال حسن فتحي وتطبيقاته والعناصر اللي استخدمها في المباني دي، وبإذن الله نحاول إن إحنا يعني إيه نتابع الفيديوهات دي بشكل أول بأول، لأن أنا عارف إن إحنا بقالنا فترة نايمين يعني. شكرا جزيلا لحضراتكم ونراكم قريبا إن شاء الله. سلام.